لو بنتك يا حاج رزق موافقة على الإهانة يبقى محدش يتدخل. لو بنتك مش موافقة على الإهانة اللي حصلت لها يبقى من حقها ترجع بيت أبوها، ووقتها ترجع لمحمد ابني بشروطها وتتشرط زي ما هي عايزة. ناس كتير كانت مستنية إن الحاج جابر يطلع ويرد على كل المشاكل وكل الحوارات اللي بتحصل في عيلة حوارات. الحاج جابر طلع واتكلم في ردود عجبت المتابع، وفي ردود منه ما عجبتش المتابع نهائيا. الحاج جابر طلع واتكلم في فيديو كان عامله حسن على قناته، واتفاجئ حسن انه بالصدفة كده ابوها يطلع ويتكلم، فقال له يا يابا معاك المايك واتكلم زي ما انت عايز. المهم الحاج جابر طلع واتكلم وقال ان كان الصلح بين عياله كان شبه منتهي، يعني خلاص هو هينتهي لولا تدخل الحاج رزق كطرف ثالث في المشكلة. يعني كان الموضوع هيتحل خلاص لولا تدخل من الحاج رزق في قلب المشكلة. وطبعا وضح الحاج جابر للناس ان هو ما كانش مختفي عن الانظار، لكن كان حزين متضايق من اللي بيحصل بين الاخوات، ما كانش راضي عن الوضع بأكمله. فوضح الحاج جابر وقال ان لما الحاج رزق حس ان الاخوات اتصالحوا قال يطلع بفيديو يخرب عليهم حياتهم وينغص عليهم عيشتهم، وطلع قال احنا مش بلطجية ان حسن يضرب بنتك، احنا مش بلطجية لكل اللي بيحصل ده، حسن بني آدم كويس ومتربي كويس وانا واثق وعارف تربيته انه عمره ما يهين مرات اخوه. ووضح الحاج جابر ان الفيديو اللي نزل كان فيه مشكلة بين آلاء ومحمد، وهو غلط ابنه بحكم ان هو كسر لها الايفون بتاعها، فقام الحاج جابر رضاها كأب واداها الموبايل بتاعه، وان انا عملت كل شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى وانا بتعامل مع آلاء كأب. وانا وضحت للحاج رزق المشكلة اللي حصلت، انا طلعت قلت له حصل كذا كذا، ده على لسان الحاج جابر ان هو وضح للحاج رزق ان ده صدر من ابنه وهو اتصرف التصرف ده. فراح كلم الحاج جابر محمد ابنه وقال له نسايبك بيتدخلوا بشكل ما ينفعش ان هما يتدخلوا بيه، وما ينفعش يا حاج رزق ان انت تطلع تتهم الاخوات ان ده ضرب وده عمل وده شتم وده. بس انا عايزه اعقب على نقطة، هو الحاج جابر ما طلعش يتكلم ليه ان مين اللي نزل الفيديو ده اصلا، مين اللي صور الفيديو، مين اللي بعت الفيديو لحمدي؟ كل ده المفروض ليه رد، واحنا حابين ان احنا نسمع الرد. الحاج جابر ما اتكلمش في النقطة دي. وانت يا حاج رزق بالشكل ده انت مش فارق معاك غير المشاهدات، ان الاخوات تتصالح ما تتصالحش، ان انت يبقى في خلافات بينك وبين محمد او ما يكونش، كل هدفك ان انت تعمل مشاهدات. ما هو برضو يا حاج جابر بنته اتغلط فيها، انت برضو يا حاج جابر لازم تتكلم بالحسنى، زي ما انت بتقول ان انا لازم اقول قولا سديد، انت ما اتكلمتش في الحسنى. ما اتكلمتش ليه وطلعت قلت ان ابنك هو اللي بدأ بالغلط، ابنك حمدي هو اللي بدأ بالغلط، وبدأ انه ينزل منشورات على حساب اخوه عنده على قناته، وهو اللي بدأ بالعداوة مع اخوه. يعني عمر حمدي اي حد كان بيطلع يتكلم عليه عمره ما كان بيطلع يرد، ويوم ما طلع يرد رد على اخوه اللي من لحمه ومن دمه. ووضح كمان الحاج جابر ان وقت ما حصلت مشكلة ان محمد رزق طلع واتكلم على محمد بكل وحش، هو مرضاش ان هو يتدخل ما بينهم، قال دول شباب ومصيرهم يرجعوا لبعض، فبلاش انا اتدخل عشان المشكلة ما تكبرش
وتكون على حساب الجلبانة آلاء. فأنا بلوم عليك يا حاج رزق إن أنت اتدخلت كطرف تالت علشان تولع الدنيا بين الإخوات بعد ما النار انطفت والإخوات كانوا شبه متصالحين. ووضح كمان الحاج جابر إن هو قد إيه كان مستاء وحزين من إن ابنه محمد سجله التسجيل وأظهره للعام، وقال له إن المفروض نسايبك ما تتدخلش. ووضح كمان إن هو بيتعامل مع آلاء كأب واقف في ظهرها من أول يوم دخلت بيتهم. ووضح كمان إن تاني يوم من ولادة آلاء اتفاجئ إن آلاء قاعدة مع حماتها ومع أمها ومع نجار في قلب الأوضة وعمالة تعيط. فسأل الحاج جابر حماتها وسأل مراته، هي آلاء بتعيط ليه؟ بتعيطي ليه يا بنتي؟ لحد ما خدها على جنب واستفهم منها عن هي بتعيط ليه أو سبب حزنها إيه. راحت قالت له إن أبويا امبارح والنهاردة بيتصل بيا يشتمني. راح طبطب عليها الحاج جابر وقال لها معلش يمكن الحاج رزق زعلان من حاجة أو متضايق. راح الحاج جابر قال لآلاء ممكن يكون زعلان من اليوم الولادة اللي جيتوا فيه وهو تاه عنكم بالعربية بتاعته ومعرفش يوصل لكم، وإن هو ادعى إن حسن ونهال بيعملوا كده علشان مش حابب إن الحاج رزق يروح معاهم البيت عند بيت الحاج جابر. لكن أقسم الحاج جابر إن ده ما حصلش وإن هما تاهوا منه مش أكتر. ففضل الحاج جابر يتصل على الحاج رزق ما يردش، يتصل على نجار عشان كانت وقتها مع أبوها في قلب العربية وخالتهم. فلما قابل نجار قال لها يا بنتي انت ليه ما بتردش عليا؟ قالت له لو بابا عرف ان انا كلمتك هياخد مني التليفون ويكسره. وقال الحاج جابر لآلاء يا بنتي لو محتاجة اي حاجة انا زي ابوكي بالظبط، وانا كنت اكتر واحد يا آلاء متأثر بظروف مرضك وحماتك وسلايفك، كلنا كنا محوطينك وخادمينك وتحت رجليكي. ولما آلاء اتحجزت في المستشفى بعدها ب3 أيام أبوها جه، آلاء طلبت من الحاج جابر ومن جوزها محمد إن أبوها ما يدخلش عليها الرعاية. فغلطها الحاج جابر وقال لها ده مهما كان أبوكي. والحاج جابر في التوقيت ده غلط الحاج رزق وقال له مهما حصل ومهما كان ما ينفعش أنا أزعل بنتي في توقيت زي ده. وبعد ما محمد رزق طلع اتكلم على محمد أخو مراته أقسم 100 يمين إن هما لا هو ولا أبوه يخشوا البيت عنده. لكن الحاج جابر فهمه ووعاه وقال له مهما حصل ومهما كان انتم مسيركم مرجوعكم لبعض. وبعدها فوجئت ان نجار جاية من القاهرة مواصلات لينا ومش قادرة تتكلم بسبب ان ابوها مزعلها وكان هيجيلها العصبي السابع. وفي نفس التوقيت قال الحاج جابر انا ماليش علاقة بالنقطة دي، بس هو حب ان هو يوضحها ويأكد عليها في قلب الفيديو ان سبب مشكلة مرض آلاء ومرض نجار هو أبوهم على حسب كلام الحاج جابر. وقال إن الكلام ده ما يخصنيش لأن أنا لما بتدخل للإصلاح. ومحمد ابني بقى يجي وياخد مراته تعمل جلسة ويخلي أختها تعمل جلسة. وبالنسبة للفيديو اللي طلعت بيه الحاج أم محمود وضح إنه محمد مش عارف يراضي أمه فطلعت بالوضع وبالشكل ده. فقال إن الحاجة تلقائية جدا في كلامها واللي في قلبها على لسانها ما بتعرفش تزوق في الكلام، فطلعت واتكلمت بناء على مشاكل كتيرة حصلت وهي حصلت بالفعل، بس هي اتكلمت بأسلوبها. بس مهما كان ما ينفعش يا حاج جابر إن الحاجة سعدية تطلع وتتكلم بالأسلوب ده على العلن، أو إنها تتكلم بالأسلوب ده على ابنها، أو إن هي تتهم الناس بالسحر، ما ينفعش. أو إن هي تدعي على بنت مش بنتها بنت ابنها، عفوا مرات ابنها، تطلع وتتكلم عليها بالأسلوب ده وتدعي عليها وتقول لها يجيلك العصب العاشر مش السابع بس. ما ينفعش.
في حاجات لازم نطلع ونكون منصفين يا حاج جابر. حضرتك كده مش منصف بالمرة. ما ينفعش ان انا اغلط وأذم في الناس وأجرح فيهم وأقول أنا تلقائية وأقول اللي في قلبي على لساني، لأن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة أقبحهم لسانا. حضرتك قلت إن هي تلقائية وبتقول اللي في قلبها على لسانها. ليه ابنها حمدي يسمح لأمه إنها تطلع بالوضع المهين ده أو بالشكل المهين ده ويستخدمها كدمية على حساب مصلحته؟ وكل الكلام اللي حمدي حابب يقوله اتقال على لسان الحاجة سعدية واللي لقنها حمدي. ازاي يا حمدي تطلع والدتك تتكلم بالاسلوب ده وبعدها بتاني يوم تطلع ترقص انت وهي في قلب فيديو، وفي المرة التالتة او في الفيديو التاني ليها تطلع وتعيط؟ اي نعم كلنا شفنا ان العياط ده مفهوش ولا دمعة، بس اهو بنعتبره عياط على حسب ما حمدي حابب ان هي تطلع بالاسلوب ده. وانت وضحت يا حاج جابر ان محمد هو سبب المشكلة ان اظهرها على العام. لا، اللي اظهر المشكلة على العام من البداية هو حمدي ببداية منشوراته اللي حطها على المنتدى عنده. وضح الحاج جابر ان ما كانش ينفع يا حاج رزق انك تطلع وتتكلم لان ابوهم موجود، وما كانش ينفع تتدخل كطرف تالت زي ما انا ما طلعتش اتدخلت كطرف تالت بين ابني وبين ابنك وقت مشكلتهم مع بعض. وضح ان هو قد ايه هم ناس بيعرفوا ربنا وناس محترمين ومفيش الكلام ده ولا ضرب ولا ان هو يسقطها، وحسن محترم ومؤدب وعمره ما يطلع منه كده. اللي انا شايفاه ان الاسلوب ان حمد بيطلع يلقن امه اعملي كذا وكذا وقولي وكذا وكذا، وحسن جايبهم البيت عنده او هو ونهال راح لهم البيت ايا كان الوضع برضو علشان الحاج جابر يتكلم على حسن بأسلوب كويس ضد أخوه. ووضح كمان إن لو نسايب حسن تدخلوا في مشكلة ما في وقت ما أنا مش هسمح لهم إن هم يتدخلوا، لأن ما ينفعش تدخل أو إن طرف تالت يتدخل والأب في وجود الأب اللي قادر يحل المشكلة. ووضح الحاج جابر في نهاية الفيديو وقال يا محمد انت عارف ومتأكد امك زعلانة منك ليه ومن قبل كمان ما تسافر، فراضي امك يا محمد عشان امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، وفي المقابل عادي جدا ان انت تفسح مراتك وتعمل لها اللي هي عايزاه لان هي ملزومة منك، لكن برضو تراضي امك. بس هل رضا امه ممكن يكون بسبب فلوس ولا في سبب تاني خفي عنا واحنا ما نعرفوش؟ ولا ممكن يكون بسبب غيرة أم من مرات ابن؟ الله أعلم والعلم عند الله، ومحدش عارف ايه اللي بينهم بالظبط. وضح الحاج جابر وقال إن قلق بنتي، لكن أنا بلوم على الحاج رزق إن هو دخل في مكان غلط واتكلم في توقيت غلط. حسن قال في قلب الفيديو أكد عليها وكتب كده كتابة في قلب الفيديو إن سبب المشكلة الأساسية، وقال كلمة سيب يابا اللي يعاير يعاير، يعني حسن بيقول إن المشكلة الأساسية معايرة. هل فعلا المشكلة معايرة ولا إيه؟ محدش فاهم أي حاجة خالص. وضح الحاج جابر إن هو مش عايز أي حاجة من الدنيا وعايز ربنا يدخر له حقه يوم القيامة، مش عايز أي حاجة من الدنيا. بس في تعقيب بسيط يا حاج جابر، انت زي ما بتقول أنا مش عايز حاجة من الدنيا، راضي أختك وصالحها اللي من دمك ومن لحمك، أختك اللي احتاجتك في وقت ما وانت طلعت لها وما مدت لهاش ايدك بالمساعدة. هل قدر حمدي يفرق بين الإخوات؟